السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا مزيانين. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. مبروك العواشر، ان شاء الله رمضان يدخل لكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم الشباكيه اللي كتجي رائعه. سبق لي شاركتها معكم بطريقه جد سهله وبسيطه، وهاد الشباكيه كتجي هشيشه ومعلكه في نفس الوقت كما كتشوفوا. يعني الصوره راه واضحه قدامكم. نتمنى هاد الوصفه ديال هاد الشباكيه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. انا متاكده الا جربتوها راه غادي تنال الاعجاب ديالكم. كتجي رائعه وكتجي هشيشه، وكما كتشوفوا كتجي معلكه وشاربه العسل. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو الوصفه مع الحباب والاصدقاء. شكرا لكم وشكرا على تشجيعاتكم، كنشكركم بزاف. ونمروا لطريقه التحضير. بسم الله. كما كتشوفوا المكونات اللي غادي نحتاج لهاد الشباكيه اللي غادي نشاركها معكم. هنا عندي كيلو ديال الدقيق ابيض، تقدروا تضاعفوا الكميه وتضاعفوا المكونات فقط. هنا غادي نستعمل انا كيلو فقط من الدقيق. هنا عندي كيلو ديال الدقيق. عندي هنا نصف كاس مع مرج ديال النافع ونصف كاس ديال حبه حلاوه بعد ما طحنتهم مزيان. هنا عندي كاس ديال الجنجلان. هنا هاد الزرارع يعني ما صهدتهمش المقلاة مباشره بعد ما نقيتهم طحنتهم. كما كتشوفوا تحصلوا على داك الجنجلان يكون هكا يعني مطحون مزيان باش ما يعذبكمش من تكونوا تشكلوا الشباكيه ديالكم. هنا عندي كاس مع مرج ديال الزبده دائبه، تكون الزبده حيوانيه كما كتشوفوا احسن باش تعطي واحد اللذه لهاد الشباكيه. وهنا عندي كأس ديال زيت المائدة، كما كتشوفوا كاس عامر ديال زيت المائدة وكأس مع مرج ديال الزبده دائبه بعد ما حيت بها داك الحليب تخليوها تذوب مزيان وتصفيو بها داك الحليب. هنا ضفت واحد القليل من مسكه حره، واحد ملعقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيف هنا القليل من رشه ديال الملح وكأس ديال اللوز بعد ما طحنته مزيان. كما كتشوفوا هنا هاد المكونات غادي نحاول نبسس الدقيق ديالي مزيان، ندخل هذيك الزبده وهذيك الزيت هذوك النواشف مع بعض. هنا هاد المكونات درتهم يعني ليله قبل. يعني هاد العجين ديما كندير نقسم الخدمه. نتوما الا بغيتو تقدروا مباشره، ولكن هاد الطريقه يعني كتبسوها مزيان وتفرقوا الخدمه باش ما تسهل عليكم الخدمه. كما كتشوفوا هنايا جبت ديك الحكاكه، غادي نحاول ندخل كامل داك الدقيق ندخلو في ديك الحكاكه باش العجين ديالي كامل يتبسس صافي. كما كتشوفوا بعد ما بسست العجين ديالي غطيته الدقيق ديالي غطيته بالمنديل حتى الغدا ان شاء الله في الصباح، وغادي نكمل العجين ديالو. هاد المرحله ضروريه. هنا عندي واحد الكاسرونه غادي نضيف فيها ماء الزهر. عندي هنايا ضفت 2 ديال الكؤوس من ماء الزهر. هنايا انا قدوني 2 ديال الكؤوس ديال ماء الزهر بيه غادي نجمع العجين. هنا ضفت القليل ديال الملون الغذائي. هنا ضفت ربع ديال الكاس ديال الخل، وعندي هنا راس ملعقه ديال الخميره ديال الحلويات، واحد القرصه ديال الملحه ديال الخميره الفوريه خميره العجين. واحد القرصه تقدروا تستغناو عليها الا بغيتو تجيكم الشباكيه شويه مجعبه هكا يكون فيها دوك التقابيض ضيفوها، ما بغيتوش يعني تستغناو عليها. هنا عندي واحد الصفار ديال البيضه. هذاك الصفار ديال البيضه تقدروا تستغناو عليه او تضيفوه. صفار البيضه باش الدور ديالو هو انه كتجيكم الشباكيه تجيكم معلكه. هنا كما كتشوفوا سخنت هذاك ماء الزهر مع داك الملون الغذائي بيه غادي نجمع العجين ديالي كامل. هنا العجين ديالكم ما خصوش يجي قاصح بزاف وما يجيش خفيف بزاف. انا غادي نحاول نجمع العجين ديالي بالاصابع كما كتشوفوا. انا هنا قدوني 2 كيسان ديال العنبه ديال ماء الزهر. ودائما الدقيق يعني كيكون حسب النوعيه ديال الدقيق. انا هاد النوعيه ديال الدقيق اللي عندي شويه بحال اللي كيشرب
داكشي علاش يعني تبقاو تزيدوا بالتدريج مع الزهر باش يعني ما تضيفوش دفعه واحده باش ما تنشفش معاكم العجين. يعني ما غاديش تحتاجوا تدلكوها بزاف، فقط انا غادي نجمعها بهذاك ماء الزهر. كما كتشوفوا حصلت على هذا العجين، تحصلوا على هذا القوام ديال العجين. صافي انا غادي نحاول نقسمها الى قطع على هذا الشكل. انا هنايا ما عنديش يعني الآلة اللي غادي نخدم بها الشباكية، فقط غادي نخدمها يعني بيديا. هنا الا كان عندكم يعني ديك الآلة ديال التوراق، خلاص غادي تحاولوا ديروهم قطع صغار، تورقوهم فقط وتفوتوهم في الماشينه نتاع الشباكيه. صافي حاولت نقسمهم الى كرات على هذا الشكل، غطيتهم بالسلوفان وغادي نحاول نخدم بالوحده. هنا مباشره انا بديت يعني نورق العجين ديالي. كما كتشوفوا ضفت على سطح العمل قليل من رشه ديال الدقيق ابيض، ضروري باش العجين ما يلصقش معاكم. كما كتشوفوا بديت كنورق في العجين ديالي على هذا الشكل. هنا الشباكيه باش تنجح معاكم يعني ضروري يعني تطلقوها مزيان وترقوها باش ما تجيكمش غليظه بزاف، يعني حتى يبان لكم سطح العمل. اما الا كانت عندكم يعني الاله ديال التوراق، خلاص غادي يعني تسهل عليكم الخدمه. طريقه سهله وبسيطه. كما كتشوفوا بعد ما طلقت العجين، هنا غادي نحاول نحيد دوك الجوانب. حاول ندير 4 ديال الشروطه ونقطع. صافي كما كتشوفوا غادي نخليكم على فيديو تشوفوا الطريقه ديال التشباك، طريقه سهله وبسيطه. هنا كما كتشوفوا بعد ما انتهيت يعني بالتشكيل ديال الشباكيه ديالي، هذه هي الكميه اللي حصلت عليها. هنا عندي المقلاة ضفت فيها زيت المائده وغادي نبدل القلي ديال الشباكيه. خلاص القلي يعني كلشي كيعرف يقلي، من الاحسن الزيت تكون سخونه مزيان، وبعد ما تسخن نوليو نقصوها على نار مهيله باش ما تخطفناش الشباكيه في الطياب. صافي كما كتشوفوا بعد ما حطيت الشباكيه ديالي في الزيت نقصتها على نار مهيله وبقيت كنقلبها. صافي حتى يجيني على تنحصل على واحد الطياب واحد، ما نخليهاش يعني نص بيض نص احمر، يعني يجيني طياب واحد. صافي فقط غادي نحيدها بالزيت. كما كتشوفوا طريقه سهله وبسيطه. صافي انا بعد ما خليتها تستقطر مزيان بهذيك الزيت غادي نضيفها في العسل ديالي، خليها تشرب في العسل مزيان. بعد ما نخليها تشرب في العسل نضيف في المقله الشباكيه ديالي عاوتاني تنقله. صافي كيتقرب الشباكيه ديالي اللي في الزيت نقله، نحيد هذه اللي في العسل نخليها تستقطر، ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال الشباكيه اللي حضرت معكم. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه اللي حضرت معكم. كتجي رائعه وكتجي هشيشه. انا متاكده الا جربتوا الطريقه ديالي
راه غادي تنجح معاكم بطريقه سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت تحصلوا على واحد الشباكيه اللي كتجي رائعه في المذاق وكتجي شاربه العسل ومعلكه في نفس الوقت. انا متاكده الا جربتوها تنجح معاكم من اول تجربه. وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، شكرا لكم وشكرا على تشجيعاتكم، كنشكركم بزاف. الى عجبتكم هاد الوصفه اللي حضرت معاكم تبارطاجيوها مع الأحباب والأصدقاء، وما تنسونيش باللايك باش يطلع الفيديو. وشكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.